السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في وصفة جديدة من ضمن الوصفات السهلة ومبسطة. اليوم كنقترح عليكم الكيكة بحجم عائلي فقط بجوج بيضات، كيكة اللي كتحمر لك الوجه ديالك مع الضيوف ديالكم وفي نفس الوقت كتجي معتبرة ولذيذة بزاف بزاف. فهي كيكة الألمانية ديال التفاح. كنحتاجو في المكونات ديالها 300 غرام ديال الدقيق، جوج حبات ديال البيض، 150 غرام ديال السكر الخشن، 200 ملي ديال زيت المائده. كنحتاجو ايضا الى 15 غرام ديال الخميره الكيماويه، 4 حتى 3 ساشيات ديال السكر الفاني، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. فانا كنفضل يعني صراحه الله كتعجبني النكهه ديال الفاني، كنعدل هنايا 4 ديال الساشيات فقط، ممكن تكتفيو بجوج ولا 3 على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه للمكسرات فكنحتاجو هنايا الى الكركاع بحال اللي كتلاحظوا معايا او جوز الهند اللي كنقطعوها قطع صغيره. بالنسبه للكميه فكنحتاجوا ما بين 100 حتى 150 وعلى حسب الرغبه ديالكم. كنحتاجوا ايضا الى 250 ملي ديال الحليب. فكيكونوا هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله الى طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. بحال اللي كتلاحظوا معايا كناخذوا واحد الاناء وما كنحتاجوش نهائيا الخلط الكهربائي على حسب الرغبه طبعا. صراحه هنا كنعملوا رشه ديال الملحه، غنضيفوا عليها السكر الفاني، كنضيفوا البيض، السكر والزيت. غنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم حتى ينسجموا. هنايا كنضيفوا الحليب وغنخلط هاد المكون. في هذه المرحله فغناخذوا الدقيق ديالنا وغنضيفوا عليه هاد الكركاع اللي قطعنا، وفي نفس الوقت الخميره الكيماويه. غنخلطهم مع بعضياتهم بحال اللي كتلاحظوا معايا. علاش هاد الطريقه هذه؟ باش ديك الحبات ديال الكركاع كلها غترمل مع الدقيق، وفي نفس الوقت ديك الكركاع يعني ما غيهبطناش للاسفل ديال الكيك، غيبقى نفوق يعني. يعني اي كيكه اللي كيكونوا فيها بحال هذا النوع من المكسرات، سواء الزبيب او الكركاع اللوز اللي كتفضلوا، فدائما حاولوا ترملوهم في الدقيق باش ما كيهبطولكمش الاسفل ديال الكيك. صافي غنضيفهم على الخليط ديالنا تدريجيا حتى نسجموا جميع المكونات. بحال اللي كتلاحظوا معايا، مجرد ما ينسجموا هاد المكونات هادو غنوضعوهم مباشره في المول. بالنسبه للمول فغناخذ واحد المول اللي القطر ديالو كيكون 24 سنتيم، والفران دائما بحال اللي دائما كنقول لكم يكون ساخن مسبقا. فانا الفران عندي سخون بحال اللي كتلاحظوا معايا. فكيكون هذا هو القوام ديال الكيك، كيجي خفيف ماشي خفيف بزاف، يعني بهذا الشكل هذا بحال اللي كتلاحظوا. بسم الله. كناخذ المول ديالي اللي دهنت الجوانب ديالو بالزبده والدقيق، غنضيف عليه دابا هذا الخليط بحال اللي كتشوفوا معايا. كيكون هذا هو القوام ديالو. فإلا جاكم خفيف بزاف فضيفوا له واحد معلقه ديال الدقيق، يعني ماشي مشكل. المهم انا عندي هنايا بالضبط 300 غرام ديال الدقيق، يعني المقادير اللي عطيت لكم كلها مضبوطه. في هذه المرحله هذه كناخذوا 3 ديال الحبات ديال التفاح، كنزولوا لهم القشور ديالهم وكنقطعوهم بالشرائح بهذا الشكل، ومن بعد كنوضعوهم مباشره فوق الكيك وكنزينوها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، فانا كنقترح عليكم هذا التزيين البسيط جدا. وفي الوسط غنوضع
قطع ديال التفاح اللي كنقطعو قطع صغيره وكنحتفظ به بالقشور ديالو. من الافضل يكون اللون ديالو احمر باش كتعطينا واحد النضاره اكثر. هنايا اخواتي بحال اللي كتلاحظوا معايا فزينتها في الوسط بديك اللوز المهرمش. غندخلها للفران بحال اللي سبق لي وذكرت، الفران عندي سخون. غنطيبها على درجه الحراره 170 لمده ديال 40 دقيقه، فكتكون جد كافيه هاد المده هادي. وطبعا كل واحد كيعرف درجه الحراره والفران ديالو. وكل ساعه بقاو طلعوا على الكيك ديالكم. طبعا ما تفتحوش الباب ديال الفران باش ما تنزلكمش الكيكه. فكيكون هذا هو الشكل ديال الكيكه من بعد ما كطيب. بالنسبه للمبتدئات فهي كتاخذ بالضبط معكم 40 دقيقه على درجه الحراره 170. بحال اللي كتشوفوا معايا كتجي محمره وطيبه على حقها وطريقها. صافي انا غنخليها تبرد تماما وغنزينها. بالنسبه للتزيين لكم الاختيار، اما تزينوها بالمربى ديال المشمش اللي كتذوبوه ومن بعد بحال اللي كتلاحظوا معايا كدهنوا الوجه ديالها من فوق باش كتحصلوا على ديك اللمعان، او ممكن تكتفيو فقط بالناباج بالنسبه للاخوات اللي في المغرب واللي عندهم متوفر. بالنسبه لي انا شخصيا فغنكتفي فقط نعدل فوق منه فقط السكر الكلاصي، وضروري خليوها حتى تبرد. وصافي من بعد نشارك معكم الشكل الداخلي ديالها. هنايا اخواتي بحال اللي كتلاحظوا معايا فكيكون هذا هو الشكل ديالها من الجوانب، كتكون يعني محمره واسفنجيه بحجم عائلي فقط بجوج بيضات. وهنايا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تنال هذه الوصفه الاستحسان ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم، لان فعلا هذه الوصفه كتستحق التجربه وفي نفس الوقت كتجي معتبره وراقيه. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. تلقاو في فيديو مقبل باذن الله. اكيد لو عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا باللايك الفيديو وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتكتشفوا. هذا هو الشكل الداخلي ديالها. بحال اللي كتلاحظوا ديك القطع ديال الكركاع كتجي متفرقه في جميع الاطراف. هذا هو الشكل الداخلي ديالها، كتجي اسفنجيه ورائعه صراحه. الى فيديوهات مقبله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.